شكرا للزميل مؤند الجالي. نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورت لمدينة مراكش، والمتابعة للشوط الثاني الذي سينطلق بعد لحظات. اللقاء على الكوكب المراكشي والنجم الرياضي الساحلي ضمن فعاليات الجولة الأولى من دوري كأس الاتحاد الإفريقي ل 2016. هذه الصورة والانطلاقة للشوط الثاني، لكن قبل ذلك التبديل يحدث الآن في صفوف فريق الكوكب المراكشي. يدخل اللاعب هنا كوياتي بالفعل، ورقة هجومية يعتمد عليها حسن بن عبيشة مع انطلاقة الجولة الثانية. مشاهدينا الكرام يدخل مكان لاعب جيفرسون على ما يبدو في الشوط الثاني. أول تبديل إذن ب 40-50 حسين بن عبيشه مع انطلاقه الجوله الثانيه. شوط اول كان متوسط المستوى بين الفريقين مع ندره في الفرص. ابرز كانت حقيقه لفريق النجم الرياضي الساحلي، وبالمقابل الكوكب المراكشي حقيقه فريق ظلم بحرمانه من ركله جزاء. كانت واضحه ركله جزاء لفائده عمار المنصوري، ولكن هنا الحكم الإيفواري كان لديه رأي آخر. حقيقة ظلم الكوكب المراكشي بشهادة الجميع، كل من تابع اللقطة حتى مخرج المباراة، يعني من خلال كثرة الإعادات شفناها أكثر من مرة بأنه فعلا الخطأ كان موجود. ركلة جزاء صحيحة 100% لفريق الكوكب المراكشي. عموما بغض النظر عن ركلة الجزاء، الكوكب كان حاضر، الكوكب كان واقف بشكل صحيح في أرضية الميدان. يمكن نقول بأن الكوكب خالف كل التوقعات، وبالتالي عذب النجم الساحلي التونسي في 45 دقيقة. نتمنى أن يذهب بنفس النسق في دقائق الشوط الثاني، ولما لا تسجيل الهدف والخروج منتصرا في مباراة اليوم. يمكن هذه المعادلة لا يتوقعها كثيرون، ولكن كل شيء يبقى في كرة القدم يبقى وارد، بما فيها معادلة الفوز لفريق الكوكب المراكشي. إذا انطلق الشوط الثاني قبل لحظات النجم بنفس الأسماء وبنفس الاختيارات لفوزي البنزرتي. سأعيد تشكيلة الفريقين، لكن أولا دعونا نتابع هذه الكرة الجانبية للكويكا عن طريق خالد السقاس صاحب الاختصاص في الكرات الجانبية بالقدم اليسرى الصعود. مجموعة من اللاعبين، أرى أحمد شاكو المختص في الضربات الراسية مرفوعة الكرة، الخطورة في الفرصة الأولى للكوكب المراكشي بعد التنفيذ من خالد السقاس الصعود. مجموعة من اللاعبين، عميمي يبقي الضغط كويكا في هذه الأثناء. يمكن أردد اسم الكويكا لأنه هذا اللقب بالنسبة للكوكب المراكشي هنا لدى أنصار الباجة. يا سلام على اللمسة، وفي نهاية المطاف التماس تفاعل كبير من الأنصار في كل تمريرة، في كل لمس للكرة من العناصر المراكشية. قل دخول لاعب كوياتي في الخط الامامي. مشاهدي الكرام جيفرسون حاضر ضمن التشكيل الاساسي للفريق المراكشي للعب باوزوكا في الحراسه. نتابع هذه الكره الجانبيه، نعم عبد الواحد الشخصي، احمد شاكو، مهدي الزبيري، خالد السقاط، ويد الصبار، جمال برارو، عميمي، جيفرسون، وكذلك لاعب العياطي كوياتي ينضم الى القائمه. بالمقابل فوزي يحتفظ بنفس العناصر من بلبولي في الحراسه، حمدي النكاس، رامي البدوي، عمار الشمال، غازي عبد الرزاق، محمد امين بن عماري، ابن مسكني، علي البريكي من طرابلسي، حمزه الاحمر، دييغو اكوستا. هذه خطيره، يدخل لاعب المهدي الزبيري، برافو السقاط. هنا المسانده من الطير الايسر، والحكم في نهايه المطاف يعلن عن ركله مرمى لفائده فريق الكوكب المراكشي. رغم المعاناه، رغم العذاب، رغم الإكراهات، رغم المشاكل في الدوري المغربي الممتاز، ولكن الكوكب يكمل المسيرة الإفريقية، يمشي بعيدا في المسيرة الإفريقية. ولا واحد كان ينتظر الكوكب في دوري المجموعتين، ولكن فعلها الكصيام، فعلها فارس النخيل، وأطاح بأسماء عندها خبرة وعندها مسار محترم على المستوى الإفريقي. أبرز والمريخابي، فريق المريخ الذي استسلم أمام إرادة وعزيمة رجال مراكش وكتيبة فارس النخيل التي أطاحت بها المريخ لتعبد الطريق
نحو دوري المجموعات. فهل سيكتمل المشوار على ايقاع الانتصارات يا حسين يا بن عبيشه؟ الكوكب مندفع، الكوكب بمعنويات عاليه. هي مباراه للتاريخ يا الكويكا في حال الانتصار اليوم على حساب بطل الدوري التونسي. تنفذ الركنيه الراسيه. العارضة تحرم الكوكب المراكشي من هدف التقدم مع انطلاقة الجولة الثانية. هذا مرتد هجومي، حذاري من هذه اللقطة. برافو سوكا، برافو سوكا، يتصدى لأصعب كرة مع انطلاقة الشوط الثاني. تغير الشكل ورتم المباراة في الجولة الثانية وحدة بوحدة. شفنا الأولى والعارضة والإجابة بهذه الصورة. الله عليك يا أوزوكا، بطل يا أوزوكا. الحظ العاثر يا احمد يا شاكو، غير معقول. هنا العارضه تحرم الكويكا من هدف التقدم، لكن لحسن الحظ اوزوكا يجيبهم، اوزوكا يرد عليهم، اوزوكا يتصدى لكره كانت خطيره جدا. حمزه الاحمر على الجهه اليمنى لمن حذاري من العرضيات. هذا هو اياب المساكني، يطر العوده للخلف. ضغط السواحلية الآن، ضغط السواحلية الآن. هذه كرة داخل المنطقة. شاكو بالراس، هنا المنارة وهنا برج المراقبة على مستوى محور الدفاع. إنه أحمد شاكو يخرج للتماس، ينفذ بسرعة. كوياتي بالفعل يقوم بالتعطية كما يجب. اللاعب كوياتي يمشي في المرتد، يمشي عميمي، يتقدم عميمي، يحتاج للمساندة، يقوم بمناورة. خطأ يا ديمبلي والإنذار. حضر البطاقة الصفراء، حضر البطاقة الصفراء واعطيها لي غازي عبد الرزاق. يتلقى الانذار في هذه الاثناء. الله عليك يا الكويكا، مركز تماما الكوكب المراكشي، مشعل الكوكب المراكشي في هذه الجولة الثانية. العارضة تحرمنا من هدف التقدم، والحكم اللي غدر الكوكب المراكشي، الحكم اللي ظلم الكوكب المراكشي. حرام عليك يا ظالم، لم تعطي ضربة جزاء للكويكا في دقائق الشوط الأول. عموما بعيدا عن ركلة الجزاء، الكوكب بهذا الأداء وبهذا الإصرار من أجل الانتصار ممكن نشوفوا الأهداف في دقائق الشوط الثاني. هذه كرة أمامية، جيفرسون لم يتوصل بها الدفاع، يتدخل بقيادة رامي البدوي وعمار الجمل ينفذ التماس، تمشي لوسط الميدان. عميمي بالكعب يحضر بهذه الصورة في نهاية المطاف. الرمية الجانبية للكوكب المراكشي. إذا تنفذ الرمية الجانبية في هذه الأثناء على مستوى وسط الميدان. تركيز كبير من اللاعبين المراكشيين. هذه كرة على الجهة اليمنى. يلا يا شباب، يلا يا شباب، هذه المراوغة. لا 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 لا، هنا الكثار من الاحتفال بالكرة. صراحة أنا مندهش بهذا الأداء الذي يقدمه الكوكب المراكشي، غير تماما، مخالف تماما لما تابعناه في مباريات الدوري المغربي الممتاز. ليس هذا هو الفريق الذي تعذب كثيرا في البطولة المغربية، بينما الحكم الإيفواري يعطي ركلة حرة تنفيذ من جمال برارو. لو كان الفقيه، لو كان المايسترو الفقيه، لو كان الفنان الفقيه على مستوى وسط الميدان لشفنا الكوكب المراكشي بنفس هجومي اكبر. لكن معليش، موجود برارو، موجود عميمي، موجود العياطي، موجود المنصوري. هذه كرة تمشي لعميمي على الجهة اليمنى. عبد الواحد يرفعها. هناك هفوات في دفاع السواحلية، هناك هفوات في الدفاع. وشوف الهفوة عرضية، البلبول يقطع في نهاية المطاف. وقلت هناك هفوات، هناك اخطاء في دفاع النجم الساحلي وجب استغلالها. شوف هنا الضغط والبريسينغ من جانب خالد السقاط، يسترجع الكرة ثم يحضر العرضية قبل ان يتدخل بشجاعة الحارس ايمن البلبولي. لا 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 لا, لا مجال لمتابعة هذه السلوكات. مباراة تدور تحت كنف الروح الرياضية، ونتمنى كذلك حتى نهاية هذه المباراة. الكوكب يهاجم، الكوكب يسيطر، الكوكب يضغط، ولكن حذاري من المرتدات. شفنا واحدة منها، ولولا براعة الأسد محمد أوزوكا لكان الكويكا منهزم في هذه الأثناء. هذه اللقطة ردة فعل غير رياضية تماما من حمزة أو أيمن البلبولي.
يعني الدولي التونسي يقوم بهذه الحركة الغير مقبولة تماما. يعني أتمنى من اللاعبين خاصة السواحلية ضبط النفس وضبط أعصابهم في دقائق الشوط الثاني. هذه اللقطة الخطيرة. الله عليك يا أوزوكا، برافو أوزوكا، يأكد في كل مباراة بأنه واحد من الحراس المميزين في الدوري المغربي الممتاز. طبعا الإشادة هذه تأتي بعد مباريات كبيرة قدمها أوزوكا في الدوري المغربي الممتاز. بين هذه اللقطة التي تحسر عليها كثيرا جمهور الكوكب المراكشي، لأنه كان بإمكان فعلا التقدم في نتيجة المباراة. حسرة كبيرة على ضياع هذه الفرصة يا أحمد يا شاغو، اللي كان حاضر في القائمة الثاني وحده دون رقابة يسددها بقوة، والعارضة هنا تنوب عن أيمن البلبولي. ليست هذه المواجهة الأولى بين النجم الساحلي والكوكب المراكشي. سبق للفريقين أن تواجها في كأس الاتحاد الإفريقي عام 96، ووقت الكوكب المراكشي كان يضم حقيقة نجوم كبار، توابت حقيقية للمنتخب المغربي. يعني لما نقول فريق الكوكب نقول أسماء كبيرة، على الأقل الأسماء التي أتذكرها شخصيا خاصة في سنوات التسعينيات كان يتقدم الفنان والرائع والموهوب أحمد الباشا، أيضا المايسترو هشام الدميعي على مستوى وسط الميدان، مريانة، أيضا طاهر الخلج. هؤلاء من الأسماء فعلا التي شرفت الكرة المراكشية والمغربية، خاصة الأسماء التي احترفت بالديار الأوروبية. لما نقول مثلا طاهر الخلج لاعب وسط الميدان، والاسم الكبير اللي شفناه في مونديال 98 مع أسود الأطلس، شفنا تمريراته الحاسمة وشفنا إبداعاته وشفنا كيف تألق وساهم في انتصارات المنتخب المغربي مونديال 98، والتمريرة الرائعة في مباراة النرويج، بل تمريرتان حاسمتان في مباراة النرويج وأيضا في مباراة المنتخب الاسكتلندي. أيام جميلة وذكريات رائعة مع نجوم المنتخب المغربي ومع واحد من أبناء البهجة طاهر الخلج، ايضا اللاعب المميز مريانة واحمد الباشا. هذه الاسماء اللي يمكن بصمت على مستوى كبير، دون ان ننسى اللاعب هشام الدميعي المدرب الحالي لفريق اولمبيك اسفي والمدرب السابق للكوكب المراكشي. حقيقة الوم الجماهير المراكشية على شيء واحد، وهي الحرب والحملة الشرسة اللي كانت ضد المدرب هشام الدميعي في الوقت الذي كان يحتاج فيه المساندة، لأنه صراحة هشام الدميعي قدم المطلوب رفقة فريق الكوكب المراكشي، والدليل أنه احتل مع الكوكب المركز الثالث اللي يخول الفريق المشاركة على المستوى الإفريقي. تحية كبيرة لهشام الدميعي، لأنه من الأطر الشابة التي تشتغل بشكل جيد في البطولة الوطنية، يبحث عن فعلا مجد على مستوى التدريب كما فعلها مع فريق الكوكب المراكشي لما أحرز ألقاب الكأس العرش ولقب كأس الاتحاد الإفريقي غالي عام 96 تحت قيادة الإطار عبد القادر يومير. أيام عبد القادر، سنوات وعبد القادر يومير. لا مع الكوديم النادي المكناسي لما فاز بلقب الدوري المغربي عام 95 مع الداية ومع المهاجم كاماتشو، وفي 96 فاز مع الكويكا بلقب كأس الاتحاد الافريقي، والتتويج كان على حساب النجم الساحلي بهدفين مقابل لا شيء. يعني ذكرت التفوق للمغاربه في النهائيات الكونفدراليه مع الماس، مع الفتح الرباطي، مع الكوكب. هذه عرضيه، هو لا وألف لا يا جيفرسون. كيف لهذه الفرصة أن تضيع يا جيفرسون؟ مرت أمامك يا جيفرسون. قلت لكم بأن هناك هفوات، هناك أخطاء في دفاع السواحلية، وجب الاستثمار، وجب الاستفادة منها. الكوكب غير في الشوط الثاني، الكوكب أفضل في الشوط الثاني. بهذا الأداء يمكن عنده فرصة كبيرة لصنع التقدم والخروج بالانتصار. يمكن حتى البعض من أنصار الكوكب يشوفوا في نتيجة التعادل نتيجة إيجابية. هذه كرة مباشرة، يخرج البلبولي، والبلبولي التايمين كان ممتاز من البلبولي لحسن حظه. هنا اختار الوقت المناسب للخروج وقطع هذه الكرة. لا اختلاف في الرأي، الشوط الثاني هو لأبناء الباجة، لفارس النخيل. هل يترجم كل هذه المجهودات لأهداف؟ ما أخشاه وما ربما أتوقعه
بعض الخرجات الهجوميه المباغته للنجم الساحلي، لانه عاده هذه الكره التونسيه لا يقدمون اداء كبيرا، ولكن عندهم المباغته، عندهم العنصر المباغته والكرات الثابته. يمكن واحد من الاسلحه القويه جدا بالنسبه للكره التونسيه. طبعا تعددت اللقاءات بين الانديه وبين المنتخبات، المغاربه يلعبون الكره والتوانسه في نهايه المطاف هم من يفوزون، ولكن عودتنا الانديه المغربيه على دخول التحدي كما حصل في 2010 مع الفيس مع الفتح الرباطي، وكما حصل في كذلك 2011 مع الكتيبه المصاويه، وربما 2016 ربما 2016 مع الفتح الرباطي. يرشحون كثيرون للتتويج باللقب. الكوكب هو الآخر موجود في المنافسة، ولا ننسى الممثل المغربي الرائع سيد الدوري المغربي نادي الوداد البيضاوي الذي يخوض غمار منافسة دوري أبطال إفريقيا. غدا سيكون في أول امتحان بملعب لابيجان هناك بالكوت ديفوار، سيكون الاختبار الأول. هذه الكرات اللي أخشاها، هذه الكرات اللي أخشاها. ماذا يقول حكم المباراة؟ ماذا يقول حكم المباراة؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق النجم الساحلي في هذه الاثناء. يعلن عن الحكم دينيس ديمبيلي. يعني هذه شفتها يا ظالم، هذه شفتها يا ظالم. وركلة الجزاء الواضحة في الشوط الأول لم تنتبه إليها. حرام عليك يا ظالم، سأقولها مرارا ومرارا، سأقولها مرارا وتكرارا في هذه المباراة. شوف الإعادة هنا، عملية المسك، يعني هذه انتبهت لها، هذه انتبهت لها يا ديمبيلي. وركلة الجزاء في الشوط الأول لم تنتبه إليها. هنا الخطأ المرتكب، هنا الخطأ المرتكب في الكرة الماضية، وبالتالي ركلة جزاء يعلن عن الحكم دينيس ديمبيلي لفريق النجم الساحلي التونسي حمزة الأحمر. والحكم يعطي الإشارة، الحكم يعطي الإشارة. الهدف الأول، الهدف الأول لفريق النجم الساحلي من ركلة جزاء بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة الجولة الثانية. هدف يأتي ضد مجرى اللعب، هدف يأتي من خطأ دفاعي، هدف يأتي من ركلة جزاء. وفرحة التوانسة هنا في المدرجات بهدف لاعب حمزة الأحمر. يعني ضربة جزاء تم احتسابها في هذه الاثناء، نقول نعم فيها ركلة جزاء بكل امانه بكل مصداقيه، فيها ركلة جزاء. ولكن يا ظالم يا ديمبيلي، نعم ظلمت كثيرا فريق الكوكب المراكشي في الجولة الأولى عندما حرمتهم من ركلة جزاء. ولكن هذا هو واقع التحكيم، هذا هو واقع التحكيم في البطولات الإفريقية. المهدي الزبيري يرتكب خطأ فادح، والتوانسة لم يرحموا الكويكة في ركلة الجزاء. حمزة الأحمر يعطي الأفضلية للنجم في انتظار ردة فعل أقوى من الكوكب المراكشي. كوياتي ضاعت الكرة، أتمنى أن لا يؤثر هذا الهدف على معنويات فريق الكوكب المراكشي فيما تبقى من دقائق المباراة. عموما هذا هو أداء الكوكب المراكشي، فما بالك بالفتح الرباطي؟ صدقوني الفتح الرباطي الفريق اللي عنده الإمكانيات وعنده المؤهلات اللي تسمح له للتفوق حتى على فريق النجم الساحلي التونسي. يعني الكوكب لن نطلب منه الكثير، الكوكب المراكشي لن ننتظر منه شيء الكثير، هو يلعب وفق إمكانياته. يعني هذا الشيء اللي عطى الله، هذه إمكانياته المحدودة. عموما ينال الشرف اليوم ويتحدى بطل الدوري التونسي، وكل شيء يبقى وارد في عالم كرة القدم. ولكن سأنتظر شخصيا وبشغف كبير الظهور الأول لبطل الدوري المغربي نادي الفتح الرباطي قاهرة البطولة الثالثة على التوالي بالفوز الكبير في المباراة النهائية على إيطاليا ب4 أهداف. وبن شريفة واللاعبين المميزين الذين صنعوا الفرحة للجماهير المغربية والرباطية على الخصوص عندما اغتالوا حلم التوانسة بلقب إفريقي مع الصفاقسي في
و10. نعم، كان الحلم وكان اللقب وكان الإنجاز بالنسبة لفريق الفتح الرباطي. الحكم يتدخل في هذه الأثناء ويعلن عن خطأ فعلا. ركلة حرة لفائدة طرابلسي أمامنا على الصورة. حتى الآن مدرب النجم الساحلي لم يجري أي تبديل، وعلى المراكشيين أن يتقبلوا هذا التقدم كيفما كان الحال، لأن الفوارق كبيرة، نظريا الفوارق كبيرة، وإن كان على مستوى الميدان الكوكب المراكشي أظهر شجاعة كبيرة. يمكن نقص الخبرة على المستوى الإفريقي، يمكن الضغط الكبير اللي عاشوه على مستوى الدوري المغربي، يمكن هذه الأمور أرخت بظلالها على أول حضور في دوري المجموعات في كأس الكونفدرالية. إذن هناك انذار آخر أعتقد بعد هذا الهدف النجم الساحلي سيتعمد تنويم المباراة. عموما هذا هو حال الأندية التونسية إفريقيا دائما، ينتظر المساندة المباراة بالشكل يسمح لهم، وهذا كله بنقاط الاسبان. أذكر بأن هذه الزيارة الثانية لفريق النجم الساحلي التونسي للمغرب. كانت هناك زيارة لمدينة أكادير عندما واجهوا فريق أولمبيك أخريبكا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الاحتجاجات لازالت متواصلة، وربما يكون هناك قرار من الحكم دينيس ديمبيلي. الآن سنرى القرار من جانب الحكم. هل ستحضر الورقة الحمراء في هذه اللحظات؟ هل يتابع النجم ما تبقى من دقائق المواجهة بنقص عددي؟ والحمراء بالفعل، الحمراء تحضر في هذه الأثناء. يلا خلصنا من واحد، يلا يا ديمبيلي خلصنا من واحد، وخلي النجم يتعدى في الدقائق القادمة، وخلي النجم يلعب ب10 عناصر فقط. هل سيستفيد الكوكب المراكشي من هذا النقص العددي وبالتالي تعديل النتيجة؟ إذن النقص العددي في هذه الأثناء بعد الطرد والورقة الحمراء الموجهة من الحكم دينيس ديمبيلي. إذن اخرج يا غازي، اخرج يا غازي عبد الرزاق الدار الايسر. ممكن نشوفوا التغيير تكتيكي الان من المدرب فوزي البنزرتي الجالس في على المدرجات. انا على يقين بان فوزي الان سيقدم على التبديل، ممكن يضحي بمهاجم ويدخل مدافع يلعب على الجهة اليسرى، لكن عموما هناك نقص عددي. أتساءل الكوكب المراكشي هل بمقدوره أن يستفيد من هذا النقص ويضغط بالتالي بكل ما أوتي من قوة لإدراك هدف التعادل. هذه كرة أمامية منقولة في وسط الميدان، الحكم يشير يوجد خطأ. الحمراء الثانية تحضر الآن من جانب الحكم دينيس ديمبيلي. بالفعل ورقة حمراء ثانية. سنتعرف على اللاعب الذي تلقى الورقة الحمراء بعد خروج غازي عبد الرزاق. الأمور توترت تماما في دقائق الشوط الثاني. سنتابع الإعادة والتدخل أعتقد لا رياضي، خارج عن النطاق الرياضي، والاحتجاجات لا زالت متواصلة على الحكم ديمبيلي. يمكن نشوفوا نفس سيناريو مباراة المريخ والكوكب، لأنه كانت هناك احتجاجات قوية جدا على الحكم في تلك المواجهة، بل حتى أنه بعض أفراد الطاقم المصاحب للمريخ السوداني وقتها اقتحم أرضية الميدان واعتدى على الحكم. هذا السيناريو شفناه في مباراة المريخ. هذه الإعادة مرة أخرى، إيهاب المساكني يطلق الورقة الحمراء. هنا اللقطة التي تدخل فيها واللقطة التي جاءت على إثرها الورقة الحمراء الثانية في صفوف فريق النجم الساحلي التونسي الذي سيكمل المباراة ب9 لاعبين فقط. هذه فرصتكم يا الكويكا، هذه فرصتكم يا الكوكب يا المراكشي، ونحن نقترب من 20 دقيقة المتبقية على نهاية المباراة. غليان وإثارة كبيرة على إيقاع القرارات التحكيمية. ركلة جزاء مشات للنجم الساحلي ومشات لحمزة الأحمر، يمنح الأفضلية. قلنا بين ديمبيلي ما عطاش ركلة جزاء في دقائق الشوط الأول. هنا متغير جديد، يخرج غازي عبد الرزاق بالورقة الحمراء، ويخرج كذلك المساكني بالطرد بعد القرار الإيفواري. اعتقد ان الحكم المساعد نبه
الحكم الرئيسي نبهه بأنه عبد الرزاق غازي تلقى انذار، وكان الانذار الثاني دون ان ينتبه ديمبيلي قبل ان هنا يستشير مع الحكم وينبهه بانه غازي تلقى الانذار الثاني وبالتالي ورقه حمراء. اذا النجم ب9 لاعبين، هذه كره مراكشيه، طوفان احمر ابيض الان من جانب المراكشي لادراك هدف التعادل في يد الاثنين. اذا تمشي الكره للتمس، اتصور بين الوجهه واحده مرمى ايمن البلبولي، في حين النجم الساحلي سيركز مجهوداته اكثر على الدفاع ويخرج في المرتدات على هجوميه. خطير النجم في المرتدات، هنا اللقطه اللي وجه فيها الانذار وما انتبهش ديمبيلي بانه كان الانذار الثاني قبل ان هنا ينبه الحكم الرابع وحتى الحكم المساعد الاول قالوا له بانك اعطيت الانذار الثاني وبالتالي اوتوماتيكيا الورقه الحمراء. يلا يا شباب عندنا الوقت، عندنا 20 دقيقه والسواحليه يلعبون ب9 عناصر فقط، لا مجال للتسرع، عندنا الوقت، التركيز مطلوب والاندفاع مطلوب والجرأه الهجوميه كذلك مطلوبه فيما تبقى من دقائق هذه المباراه. يمشي عبد الواحد الشخصي لتنفيذ الركله او الرميه الجانبيه، التنفيذ عن طريق اللاعب عبد الواحد من الجهه اليمنى، هذه مرفوعه الراسيه. رضا الله الغزوفي دخل قبل لحظات، واعتقد هنا تغيير تكتيكي للمدرب فوزي البانزرتي. نعم بن عزيزه يسعد للدخول في هذه الاثناء، اكيد مدافع يسجل دخول لان هناك فراغ في خط الدفاع بعد طرد اللاعب غازي عبد الرزاق. هذه الاعاده للضربه الراسيه بطرف اللاعب عمر المنصوري لم تكن مركزه، ما شفناكش كثيرا للمنصوري في دقائق الشوط الثاني. كره ملعوبه على الجهه اليمنى، احمد شاكو يغير تماما للمنصوري على الجهه اليسرى. رضا الغزوفي في اول لمسه يحاول المرور، الحكم يصفر خطا في هذه الاثناء على لاعب محمد امين بن عمر. بالفعل امين بن عمر هو اللي ارتكب الخطا في حق لاعب رضا الله على الغزوفي. الورقه الهجوميه التي يدفع بها المدرب حسين بن عبيشه في 20 دقيقه المتبقيه. بن عزيزه يسجل دخوله في هذه الاثناء، هذا هو بن عزيزه. نعم يدخل في هذه اللحظات مكان كوستا، يعني طبيعي جدا الان الفوزي البنزرتي يضحي بمهاجم ويدخل المدافع بن عزيزه لتعطيه الفراغ الذي تركه غازي عبد الرزاق على الجهه اليسرى. فعلا كوستا اللي ما شفناش تماما في مباراه اليوم، ولا هجمه ولا فرصه ولا كره لم نشعر بوجوده تماما كوستا، وبالتالي يخرج في هذه الاثناء. يدخل المدافع بن عزيزه، اذكر بان رضا الله الغزوفي دخل قبل لحظات ضمن تغييرات على المدرب حسين بن عبيشه. احمد الشاكو في تنفيذ الركله الحره، واضح بانه سيسدد مباشره، واضح بانه سيسدد مباشره. احمد شاكو لا يرفع كره، توقعت تسديده يا احمد يا شاكو، شخصي يرجع بالكره للخلف. نبقى مع المراكشيين في هذا الضغط. ماذا تفعلون؟ هذه هدايا للسواحليه لحسن الحظ. يخرج اوزوغا بلمسه في نوع من المغامره من المخاطره. كره تصل للاعب جمال برارو. وجود الكوكب المراكشي والفتح الرباطي في المجموعة الواحدة، هذا يذكرنا في العام 2006 لما تواجد الجيش الملكي وأولمبيك خريبكا في نفس المجموعة. عمر المنصوري وحده ينطلق من الجهة اليسرى، شنو يعمل منصوري؟ مرة الكرة إمكانية للتسديد. لا مشكل كبير عند المراكشيين في تسديد الكرات، خاصة اللاعب عميمي. يمكن حضرت الأنانية لعميمي في كثير من الفرص، استعجل فيها شوية، كان ممكن يركز أكثر، كان ممكن يمرر للجهة اليمنى، لكن فضل التسديد مباشرة. عموما هذا هو سفيان العلودي الخيار الهجومي الآخر بالنسبة لحسين بن عبيشة. لاحظوا بأن الآن كل أوراق هي هجومية لحسين بن عبيشة. هذا ثالث تبديل
في صفوف الكوكب المراكشي. هذا هو لاعب رضا الله الغزوفي، ينطلق من الجهه اليمنى الحفظ على كورته بشكل ممتاز رغم المحاصره، يدخل وسط الميدان مع جميل برارو. جميل برارو يطلب المنصوري على الجهه اليسرى، مضايق مراقب رضا الله الغزوفي. من اين المرور؟ والكره لا زالت تدور وتبحث عن المرور. هذه عرضيه، من يتابع بالراس. الله يا كوياتي، شعللها كوياتي، ولعها كوياتي. استيريا بالمدرجات. الله على الكويكا، الله على الكوكب المراكشي. فارس النخيل يعود، فارس النخيل يعود. كوياتي وضعها في الشباك، ومعلش يا البلبولي، هذه الكويكا، هذا اصرار الرجال، هذا اصرار فارس النخيل. وجيبه يا البلبولي عندك في الشباك. شوف الارتقاء، شوف الراسيه. كوياتي حطها له في الركن الايسر. 1-1 الكوكب يعود. مباراة تشتعل، المباراة تشتعل في هذه الاثناء. كوياتي عدل النتيجة. مرت عليك هذه يا جمل، مرت عليك هذه يا عمار يا جمل. والقناص سلبتين كوياتي. هنا يا الزميل البلبولي، هنا العلودي يدخل في هذه الاثناء. مشاركة العام كان عبد الواحد الشخصي، هدف يرفع المعنويات، هدف يخلي الكوكب المراكشي يطمع في الهدف الثاني. صراحة برافو، شابو، نرفع القبعة للكوكب لأنه يقارع بطل الدوري التونسي بل بطل افريقيا. المنصوري يحاول المرور، يعذب المدافعين السواحليه في هذه الاثناء. بن عمر يلعب كره، يلا استرجعوها بسرعه، يقطعون الكره بسرعه. الوجهه واحده والاتجاه واحد. مرمى البلبولي، الغزوفي يبحث عن تمرير الكره في الجهه اليمنى. الخروج بهذه الكره حذاري، رغم ان النجم الساحلي يلعب ب9 عناصر، ولكن الخبره موجوده والرزانه موجوده والتجربه الافريقيه حاضره. لذلك نرد البال، ولكن ايضا نغامر هجوميا. هذا هو العلودي، يبدع في هذا الفاصل المهاري. العلودي يعمل ضغط، العلودي يعمل ضغط، لكن الدفاع يتدخل في نهايه المطاف. كره في وسط الميدان، دخلنا الربع ساعه المتبقي على نهايه المباراه مشاهدينا الكرام، والنتيجه تغيرت بهدف اللاعب كوياتي براسيه. جماهير الكوكب المراكشي تنادي بهدف الثاني. جماهير الكويكا لن ترضى بديلا عن الفوز، لا تريد التعادل. اكيد سمعتم لهتافات انصار الكوكب المراكشي يطالبون بكل تاكيد بهدف ثاني. تلعب الكره بسرعه. اللاعبين الكوكب المراكشي يدركون تماما بان هذه فرصه العمر، فرصه كبيره للاطاح ببطل الدوري التونسي بالنظر الى النقص العددي. هذه كره لعميمي يطلبها لسفيان العلودي. العلودي السليم، العلودي يعمل مراوغه. شنو يعمل عميمي؟ شنو يعمل عميمي؟ هنا يلعب كره في الجهه اليسرى، تبادل كروي جميل. يلا يا عميمي، يلا يا عميمي. ركنيه ممتاز. يلا يا شاكو اصعد، يلا يا شاكو يصعد، يلا يا الزبيري يصعد، يلا يا شباب. شاكو على الخصوص، المختص في الضربات الرأسية. إذا تنفيذ هذه الكرة، والبلبولي أعلى من الجميع بالفعل. البلبولي أعلى من الجميع. أعتقد أن السواحلية يتمنون لو تنتهي المباراة الآن، لأنهم يعيشون ضغوطات كبيرة بسبب النقص العددي. جميل برارو في استرجاع هذه الكرة، لا استسلام لا تراجع. يجيبوا الرجال ان شاء الله، يجيبوا لاعبي الكويكا ان شاء الله. هذه كرة في الجهة اليسرى، برافو قطع كرة، برافو طلع كرة يا شاكو الى التماس. هذا عميد، هذا هنا العمود على مستوى خط الدفاع. احمد شاكو بتجربة السنوات الماضية مع فريق الدفاع الحسني الجديدي وفريق الرجاء الرياضي. كرة تلعب في وسط الميدان،
العودة للخلف. البلبولي يرسل امامية لمن هنا بكل هدوء. جيميل برارو اللي رجع للخلف مشاهدينا الكرام ويقوم بالتعطية كما يجب. ملعوبة في وسط الميدان. يلا يا سفيان، يلا يا العلودي، يفتح المجال هناك على الجهة اليسرى. أقرب للكرة البلبولي يتركها إلى ركلة مرمى مشاهدينا. إذا نقترب شيئا فشيئا من الدخول في العشر دقائق المتبقية على نهاية هذه المباراة، ودائما واحد مقابل واحد. هذه الإعادة مجددا للكرة الماضية وعمارة المنصوري، بينما هنا كوياتي. شوف اللقطة مرة أخرى، هذه الكرة اللي كانت في الشباك لفائدة فريق الكوكب المراكشي. الاسم الكامل بوبكار كيكي كوياتي. مرة أخرى مراكشية، سلسلة من المراوغات. يلا يلا، هادي والحارس البلبولي في المتابعة. نعم، البلبولي يتابع هذه الكرة. أعتقد هذه فرصة تاريخية لفريق الكوكب المراكشي من أجل الانتصار، حتى الآن يسيطر تماما على مجريات هذه المباراة. كوياتي لوسط الميدان. لا نريد التعادل كما يقول الجمهور، لا نريد التعادل. عندنا فرصة كبيرة لإضافة الهدف الثاني، لأن هناك مساحات، هناك فراغات. هذه فرصة. جيفرسون لم يعبر بهذه الكرة، جيفرسون لم يعبر بهذه الكرة منقولة في وسط الميدان. يلا استرجعوها بسرعة. حكيم يقول خطأ. إذا تنفيذ الركلة الحرة لفائدة فريق النجم الساحلي. حمزة الأحمر، حمزة هل يطمع السواحلية في هدف ثاني رغم النقص العددي؟ لاحظوا عملية استرجاع الكرة تتم بشكل سريع. يطلق سفيان العلودي. علودي هناك مساحات. يلا يا شباب، عندنا فرصة كبيرة للثاني، عندنا فرصة كبيرة للثاني. يتقدم المراكشيون، يتقدم المراكشيون. هذه فرصة. يلا حرام عليك يا العلودي، حرام عليك يا العلودي. هذه الكرة في الشباك يا العلودي، هذه الكرة في الشباك. لاحظوا انهيار تام للسواحلية في الدقائق الأخيرة. كانت هذه فرصة ذهبية لوضع الكرة بالشباك يا العلودي. الأولى لك يا العلودي، الأخطر لك يا العلودي. كنت أمام المرمى البلبولي يا العلودي، لكن هذه مشات لجامع الفنا، كرة مشات لجامع الفنا عوض أن تستقر في شباك الحارس البلبولي. كرة في وسط الميدان وصلت لحمزة الأحمر. نرد بالنا من المباغتات، نرد بالنا من المناورات التونسية في آخر دقائق هذه المواجهة. إذن هناك حالة تسلل يعلن عنها حكم المساعد بسرعة. رائع الكوكب المراكشي، رائع الكوكب المراكشي. يظهر بوجه مغاير تماما لما تابعناه في لقاءات الدوري المغربي الممتاز. كرة في وسط الميدان. برارو يلعب كرة على الجهة اليسرى. العياطي، عياطي. شوف الضغط على عمار المنصوري وما نخليوش المجال للتوانسه ليتقدموا اكثر. هذه كره في الجهه اليمنى. اخرج اخرج يا كوياتي، طلع يا كوياتي. برافو برافو يا كوياتي. اعتقد الكوتشين كان ممتاز من جانب حسين بن عبيشه، خاصه بدخول هذا الاسم كوياتي مسجل الهدف، وايضا اللاعب الذي اوقف مسيره المهاجم التونسي. يقطع بالتالي هذه الكره مباشره الى الركنيه. سنرى الان هل بامكان اللاعبين التوانسه الصعود باكبر عدد من اللاعبين فيما تبقى من دقائق المباراه. يلا يا اوزوكا، عندنا تقريبا 7 دقائق، مهم جدا على الاقل الحفاظ على هذا التعادل. اذا هنا التنفيذ عن طريق مسجل هدف للنجم اللاعب حمزه الاحمر. حمزه الاحمر يرفع كره مره اخرى، يمشي حمزه مباشره الى الكورنر. هذا هو المراد اللاعب حمزه الاحمر، الحفاظ على ضغط السواحليه في هذه الدقائق. حمزه الاحمر
يسعد لتنفيذ الركنية خطيرة مرة جانبية، واعتقدت بأنه الهدف الثاني ومرة جانبية كان ممكن فعلا، كان ممكن ان يتلقى الكوكب المراكشي صفعة قوية في يدنا. هنا مرتد هجومي، هنا الانطلاقة من الجهة اليمنى، متابعة هناك من عميمي، تباطؤ كبير من جانب اللاعب عميمي، خلى النجم يخرج الكرة بهذه الصورة. عملية قطع الكرة مجددا، سفيان محاصر، الحكم ماذا يقول مرة أخرى؟ الكرة كوكبية للجهة اليسرى، يلا يا الغزوفي، يلا يا ريطا، كان المسك واضح والدفع واضح، واعتقد فيه خطأ يا ديمبلي يا دينيس. اعتقد ان ديمبلي صحيح كان صارما في بطاقتين حمراوين لنجم الساحلي، ولكن اعتقد هنا كان الدفع واضح في حق لاعب رضا الله الغزوفي. اذا ضربة مرمى على التنفيذ عن طريق ايمن البلبولي. لحظات الان مهمة جدا، 5 دقائق متبقية تقريبا على نهاية الوقت الاصلي. البلبولي بصعوبة يبعد هذه الكرة وسط الميدان، يمشي كوياتي، يلحق بها كوياتي، بناء الهجمة مرة أخرى. شوف عودة كل لاعبي فريق النجم التسعة للخلف، يخليوا المجال للكوكب المراكشي لأضاف بكل ما أوتيوا من قوة. هذه كرة في الجهة اليمنى، يوسف كوياتي الغازوفي على الجهة اليسرى يطلبها، يفضل يوسف العياطي اللي تراجع بعض الشيء لوسط الميدان وخلى المنصوري ورضا الله الغزوفي والعلودي في الخط الامامي، وهذه كره ترفع داخل منطقه الجزاء. من يتابع الثانيه، مهم جدا متابعه الكرات الثانيه. العلودي مباشره لكوياتي، استحواذ واضح للكره من جانب اللاعبين المراكشيين. ماذا تفعلون؟ هذه هدايا للسواحليه، هذه هدايا للاعبين النجم الساحلي التونسي. ماذا هناك؟ الحكم يقول واصل يلعب. هذه فرصتنا، هذه كورتنا. الثاني ينادي هو يلا ولع يا عميمي، شعللها يا عميمي. هذه الكويكا، هذا فارس النخيل يتمرد على السواحلية، يعود من بعيد. التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى، فعل الكوكب في 96 هو يجدد العهد مع الانتصارات أمام النجم الساحلي التونسي. يدون الثاني عميمي. عقبت على عميمي، عقبت على أداء عميمي، لكن هنا ينسينا في كل شيء، ينسينا فيما حصل ويدون الهدف الثاني. شوف الإصرار، شوف عزيمة الرجال، شوف فارس النخيل يستميت وينتفض في دقائق الشوط الثاني. قلت عندهم فرصة كبيرة اليوم لصنع التاريخ وللتفوق على النجم الساحلي، انه بطل تونس، انه بطل افريقيا. لكن هذه الكويكا، هذا الكوكب، هذا فريق الباشا، هذا فريق التحديات، هذا فريق الانجازات، هذا فريق الامجاد والبطولات، يفعل في هذه اللحظات ويدون الهدف الثاني قبل 3 دقائق من نهاية هذه المباراة. كمن ترى يا الكوكب، بالأمس تزيح المريخ، واليوم هنا تطفئ النجم بسماء مدينة مراكش. هذا هو الكوكب، فريق التحديات. لم يفعل أولمبيك ريكا، لكن هنا الكوكب ثأر للوسيكا ليسجل انتصار. على ماذا يحتاجون؟ الهدف سليم، الهدف مشروع في اللحظات الأخيرة. المباراة لم تنتهي بعد، اللقاء لم ينتهي بعد. معلش يا البنزرتي، سامحنا يا البنزرتي، ولكن هذه المباراة في ضيافتنا، هذه المباراة في مراكش. صحيح أنت كنت ولا زلت محبوب الجماهير الرجاوية بعد الإنجاز التاريخي
في مونديال 2013، ولكن اليوم أنت في مراكش، هكذا واجب الضيافة. المراكشيون كانوا في الموعد، وافرح يا بن عبيشة. لكن مهم جدا تهدئة الأمور، مهم جدا ضبط الأعصاب، مهم جدا التركيز فيما تبقى من دقائق هذه المباراة. عندنا دقيقتين من الوقت الأصلي وعندنا وقت بدل ضايع. هذه الإعادة، تسديدة الأولى ثم جاءت الثانية وبعد ذلك الثالثة ثابتة في الشباك السواحلية. 2-1 بعدما كان الكوكب منهزم، هو يتقدم بهدفين، كوياتي وكذلك اللاعب عبد الإله عميمي. إذا ستتواصل المباراة. السيناريو المرتقب، ضغط للسواحلية، ضغط للإطوال في الدقائق المقبلة من أجل تعديل النتيجة، وبالتالي نتمنى أن نشاهد رجال لاعبين شرسين، لاعبين مقاتلين فيما تبقى من دقائق المباراة. إذا ديمبلي يعطي الإشارة لاستئناف اللاعب في يد الاثناء. تقتص هذه الكرة، يمشي لجيفرسون، يراوغ جيفرسون، لكن المتابعة من البريكي. العودة للبلبولي في الجهة اليمنى. كوياتي يقطع بالراس، كوياتي يلعب بالنار في هذه الاثناء. مرقولة في الجهة اليمنى. مهم جدا التحكم في الكرة في هذه اللحظات. 4 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع. يعني الحمد لله أن الحكم لم يضيف 6 أو 8 يعني كما جرت العادة في الأدغال الإفريقية. هنا 4 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع. شوف الكوكب المراكشي والتيكي تاكا. يلا الغزوفي، يا رب الغزوفي هو ثالث، هو حرام عليك يا الغزوفي، ركز شويه الله يهديك يا الغزوفي. هذه كان ممكن ان تقتل المباراه، هذه كان ممكن ان تنهي المباراه، هذه كان ممكن تخلي المراكشيين يتسحروا بالطنجيه وهم مرتاحين، هم فرحانين. هذه الاعاده شوف مره اخرى رضا الله الغزوفي، لكن الكره تخرج الى الركنيه في هذه اللحظات. نلعب الوقت البدل الضايع، تنفذ الكره، من يتابع هناك في القائمه الثانيه لكنها تطول الى ضربه مرمى، الى ضربه مرمى. رضا الله الغزوفي كانت عنده فرصه كبيره لاضافه الهدف الثالث. اذا تاج يدخل في هذه اللحظات، يعني غريب القيام بالتبديل في هذه الاثناء في الوقت المحتسب بدل الضائع. إذا يتم التغيير في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هذا هو لاعب تيش الذي يدخل في هذه الاثناء. يلا عندنا الكرة ان شاء الله، عندنا الكرة في الوقت المحتسب بدل الضايع. ولاحظوا بأن النجم كل اللاعبين يصعدون الآن، كل اللاعبين يصعدون في محاولة لمباغتة الحارس محمد أوزوغا. إن شاء الله تمر سليمة بالنسبة لدفاع الكوكب المراكشي. الحكم يعطي إشارة تنفيذ هذه الكرة المباشرة على ارتقاء ممتاز يا كوياتي. يلا خرج في هذا المرتد، يلا خرج في هذا المرتد، وخلصنا من عذاب المباراة، من معاناة المباراة، من ضغط المباراة. الكرة تبقى مع السواحلية، وعودة كلية للعناصر المراكشية للذود عن المرمى في الوقت المحتسب بدل الضايع. بالراس هذه خطيرة، هذه خطيرة. نركزوا شوية، لم يتبقى الكثير. يلا أبعد الكرة، يلا طلع الكرة. تبقى للسواحلية مع الأسف، تبقى للسواحلية مع الأسف. يحاول المرور لاعب حمزة الأحمر، والحكم يعطي كرة للنجم الساحلي. الحكم يعطي كرة للنجم الساحلي. يعني هذه الكرات التي يبحث عنها النجم، هذه الكرات التي يبحث عنها النجم في الوقت البدل الضايع. دائما النجم الساحلي ودائما الكرة التونسية تباغت
اعتقد في اخر لحظات بمثل هذه الكرات. لذلك شوف هنا حمزه الاحمر حاول المرور، يلا التركيز مطلوب، يلا هنا القتاليه داخل منطقه الجزاء. لم يتبقى الكثير لأن نعيشوا الدقيقه الاخيره من الوقت على المحتسب بدل الضايع. شنئان كبير، غليان كبير داخل منطقه الجزاء. هذه مرفوعه خطيره، الحمد لله مرت جانبيه، الحمد لله مرت جانبيه لتبقى الافضليه مراكشيه. هذه الاعاده، شوف الارتقاء معروف بين اللاعبين النجم الساحلي قامتهم طويله. شوف هنا الارتقاء، الضربه الراسيه لحسن الحظ مرت جانبيه عن المرمى المراكشيه، وبالتالي ضربه مرمى. يا اوزوغا خذ وقتك يا اوزوغا، خذ وقتك يا اوزوغا في تنفيذ ضربه المرمى. لم يتبقى الكثير على نهايه المباراه، تجاوزنا الاربع دقائق الان كوقت بدل ضايع. ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ طلع كره، طلع كره في الجهه اليمنى. تجاوزنا الوقت بدل الضايع. الان المراكشيون يتابعون والفرحه ستكتمل بالانتصار، وبالتالي ما احلى الطنجيه في السحور في مراكش. اشتهينا للطنجيه، اشتهينا للطنجيه في مراكش. وفي هذه اللحظات فعلا تاتي الصافره النهائيه من الحكم دينيس ديمبلي ليعلن عن انتصار الكوكب المراكشي. ما أجمل الانتصار في ليالي رمضان. هنا يتجدد العهد، الكوكب المراكشي يطيح بفريق النجم الرياضي الساحلي هنا بالملعب الدولي. يا لها من بداية، يا لها من سيناريو. برافو الرجال، برافو بهجاوة، برافو فارس النخيل. كنتم في الموعد، كنتم أبطال وأزحتم فعلا وانتصرتم على بطل الدوري التونسي، على بطل إفريقيا. هذه البداية ومازال والكرة الآن في ملعب الفريق المغربي الآخر بطل الدوري الفتح الرباطي. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله. الكلمة الآن تعود مجددا للزميل مهند الجالي في الاستوديو التحليل. شكرا لجواد بدأ، شكرا لعصام الشوالي، شكرا للكوكب المراكشي، وشكرا للنجم الساحلي. الشوط الثاني مميز كثيرا عن نظيره في الشوط الأول، وجبة كروية دسمة في الشوط الثاني، وإن صح التعبير كان سحور كروي رائع بين الفريقين. فوز للكوكب المراكشي كان مستحقا، وعلامات استفهام كثيرة وكبيرة جدا للاعبي النجم الساحلي أبطال تونس. فهل هكذا تكون شخصية البطل داخل الملعب؟ سأقف مع كل هذه الاستفهامات والأسئلة مع حاتم الطرابلسي وسعيد رزقي. دعونا نشاهد أهداف المباراة الثلاثة. الأول من ركلة جزاء، الأحمر كالعادة بامتياز في ركلات الجزاء، ثم كويتي المحترف في صفوف الكوكب المراكشي بهذه الرأسية، بديل كان ناجح بالنسبة لبن عبيشة، ثم العميمي بعد أن كاد البلبولي ينقذ مرماه من هدف على 3 مرات. البلبولي فعل ما كان عليه أو المثلوثي، لكن الكرة وأحكامها تفرض على النجم الساحلي الخروج من مراكش بخسارة أولى في مباراة الذهاب لصالح المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الأفريقي. بعد الفاصل سنقف عند البطاقات الحمراء، عند الأداء التحكيمي، عند الأداء الأكثر من رائع والروح العالية والقتالية لدى الكوكب المراكشي، وسنقف أيضا عند التصرفات الفردية لبعض لاعبي النجم التي لا تليق بالكرة التونسية التي لها باع وصاع كبير هناك في القارة السمراء. فاصل ونواصل مشاهدينا الكرام، تكرموا بالبقاء معنا. كل واحد فينا عنده حلم بحياته. احنا حلمنا دائما يتعلق بالناس اللي يجمعها نقل حي المباراة، ترقب، حماس وهتافات وفوزا بالنهائيات. هذه الناس المليانة حياة جمعها هو حلمي. يلا نحقق أحلامنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الاستوديو الذي خصصناه للحديث عن مباراة الكوكب المراكشي النجم الساحلي هناك في مدينة مراكش بالمملكة المغربية لصالح المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، والتي انتهت لصالح الكوكب المراكشي بهدفين لهدف في مباراة غريبة الأطوار شهدت شكرا للزميل مؤند الجالي. نعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بين سبورت لمدينة مراكش، والمتابعة للشوط الثاني الذي سينطلق بعد لحظات اللقاء الكوكب المراكشي والنجم الرياضي الساحلي ضمن فعاليات الجولة الأولى من دوري كأس الاتحاد الافريقي ل 2016. هذه الصورة والانطلاقة للشوط الثاني، لكن قبل ذلك التبديل يحدث الآن في صفوف فريق الكوكب المراكشي. يدخل اللاعب هنا كوياتي بالفعل، ورقة هجومية يعتمد عليها حسن بن عبيشة مع انطلاقة الجولة الثانية. مشاهدينا الكرام يدخل مكان اللاعب جيفرسون على ما يبدو في الشوط الثاني. أول تبديل إذن ب 40-50 حسين بن عبيشة مع انطلاقة الجولة الثانية. شوط أول كان متوسط المستوى بين الفريقين مع ندرة في الفرص. أبرز كانت حقيقة لفريق النجم الرياضي الساحلي، وبالمقابل الكوكب المراكشي حقيقة فريق ظلم بحرمانه من ركلة جزاء. كانت واضحة ركلة جزاء لفائدة عمار المنصوري، ولكن هنا الحكم الإيفواري كان لديه رأي آخر. حقيقة ظلم الكوكب المراكشي بشهادة الجميع، كل من تابع اللقطة حتى مخرج المباراة، يعني من خلال كثرة الإعادات شفناها أكثر من مرة بأنه فعلا الخطأ كان موجود. ركلة جزاء صحيحة 100% لفريق الكوكب المراكشي. عموما بغض النظر عن ركلة الجزاء، الكوكب كان حاضر، الكوكب كان واقف بشكل صحيح في أرضية الميدان. يمكن نقول بأن الكوكب خالف كل التوقعات، وبالتالي عذب النجم الساحلي التونسي في 45 دقيقة. نتمنى أن يذهب بنفس النسق في دقائق الشوط الثاني، ولما لا تسجيل الهدف والخروج منتصرا في مباراة اليوم. يمكن هذه المعادلة لا يتوقعها كثيرون، ولكن كل شيء يبقى في كرة القدم يبقى وارد، بما فيها معادلة الفوز لفريق الكوكب المراكشي. إذا انطلق الشوط الثاني قبل لحظات النجم بنفس الأسماء وبنفس الاختيارات لفوزي البنزرتي. سأعيد تشكيلة الفريقين، لكن أولا دعونا نتابع هذه الكرة الجانبية للكويكا عن طريق خالد السقا صاحب الاختصاص في الكرات الجانبية بالقدم اليسرى الصعود. مجموعة من اللاعبين، أرى أحمد شاكو المختص في الضربات الرأسية مرفوعة الكرة، الخطورة في الفرصة الأولى للكوكب المراكشي بعد التنفيذ من خالد السقا الصعود. مجموعة من اللاعبين، عميمي يبقي الضغط كويكا في هذه الأثناء. يمكن أردد اسم الكويكا لأنه هذا اللقب بالنسبة للكوكب المراكشي هنا لدى أنصار الباجة. يا سلام على اللمسة، وفي نهاية المطاف التماس تفاعل كبير من الأنصار في كل تمريرة، في كل لمس للكرة من العناصر المراكشية. قل دخول اللاعب كوياتي في الخط الامامي. مشاهدي الكرام جيفرسون حاضر ضمن التشكيل الاساسي للفريق المراكشي للعب بأوزوكا في الحراسة. نتابع هذه الكرة الجانبية، نعم عبد الواحد الشخصي، احمد شاكو، مهدي الزبيري، خالد السقاط، ويد الصبار، جمال برارو، عميمي، جيفرسون، وكذلك لاعب العياطي كوياتي ينضم الى القائمه. بالمقابل فوزي يحتفظ بنفس العناصر من بلبولي في الحراسه، حمدي النكاس، رامي البدوي، عمار الشمال، غازي عبد الرزاق، محمد امين بن عمار، اياب المسكني، علي البريكي من طرابلسي، حمزه الاحمر، دييغو اكوستا. هذه خطيره، يتدخل اللاعب المهدي الزبيري، برافو السقاط. هنا المسانده من الدائره الايسر، والحكم في نهايه المطاف يعلن عن ركله مرمى لفائده فريق الكوكب المراكشي. رغم المعاناه، رغم العذاب،
رغم الإكراهات، رغم المشاكل في الدوري المغربي الممتاز، ولكن الكوكب يكمل المسيرة الإفريقية، يمشي بعيدا في المسيرة الإفريقية. ولا واحد كان ينتظر الكوكب في دوري المجموعتين، ولكن فعلها الكصيم، فعلها فارس النخيل، وأطاح بأسماء عندها خبرة وعندها مسار محترم على المستوى الإفريقي. أبرز هو المريخابي، فريق المريخ الذي استسلم أمام إرادة وعزيمة رجال مراكش وكتيبة فارس النخيل التي أطاحت بها المريخ لتعبد الطريق نحو دوري المجموعات. فهل سيكتمل المشوار على ايقاع الانتصارات يا حسين يا بن عبيشه؟ الكوكب مندفع، الكوكب بمعنويات عاليه. هي مباراه للتاريخ يا الكويكا في حال الانتصار اليوم على حساب بطل الدوري التونسي. تنفذ الركنيه الراسيه، العارضة تحرم الكوكب المراكشي من هدف التقدم مع انطلاقة الجولة الثانية. هذا مرتد هجومي، حذاري من هذه اللقطة. برافو سوكا، برافو سوكا، يتصدى لأصعب كرة مع انطلاقة الشوط الثاني. تغير الشكل ورتم المباراة في الجولة الثانية واحدة بوحدة. شوفنا الأولى والعارضة والإجابة بهذه الصورة. الله عليك يا أوزوكا، بطل يا أوزوكا. الحظ العاثر يا احمد يا شاكو، غير معقول. هنا العارضه تحرم الكويكا من هدف التقدم، لكن لحسن الحظ اوزوكا يجيبهم، اوزوكا يرد عليهم، اوزوكا يتصدى لكره كانت خطيره جدا. حمزه الاحمر على الجهه اليمنى لمن حذاري من العرضيات. هذا هو اياب المساكني، يطر العوده للخلف. ضغط السواحلية الآن، ضغط السواحلية الآن. هذه كرة داخل المنطقة، شاكو بالراس. هنا المنارة وهنا برج المراقبة على مستوى محور الدفاع. إنه أحمد شاكو يخرج للتماس، ينفذ بسرعة. كوياتي بالفعل يقوم بالتعطية كما يجب. اللاعب كوياتي يمشي في المرتد، يمشي عميمي، يتقدم عميمي، يحتاج للمساندة، يقوم بمناورة. خطايا ديمبيلي والإنذار. حضر البطاقة الصفراء، حضر البطاقة الصفراء واعطيها لي غازي عبد الرزاق. يتلقى الانذار في هذه الاثناء. الله عليك يا الكويكا، مركز تماما الكوكب المراكشي، مشعل الكوكب المراكشي في هذه الجولة الثانية. العارضة تحرمنا من هدف التقدم، والحكم اللي غدر الكوكب المراكشي، الحكم اللي ظلم الكوكب المراكشي. حرام عليك يا ظالم، لم تعطي ضربة جزاء للكويكا في دقائق الشوط الأول. عموما بعيدا عن ركلة الجزاء، الكوكب بهذا الأداء وبهذا الإصرار من أجل الانتصار ممكن نشوفوا الأهداف في دقائق الشوط الثاني. هذه كرة أمامية، جيفرسون لم يتوصل بها الدفاع، يتدخل بقيادة رامي البدوي وعمار الجميل ينفذ التماس. تمشي لوسط الميدان، عميمي بالكعب يحضر بهذه الصورة في نهاية المطاف. الرمية الجانبية للكوكب المراكشي. إذا تنفذ الرمية الجانبية في هذه الأثناء على مستوى وسط الميدان. تركيز كبير من اللاعبين المراكشيين. هذه كرة على الجهة اليمنى. يلا يا شباب، يلا يا شباب، هذه المراوغة. لا 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 لا، هنا الكثار من الاحتفال بالكرة. صراحة أنا مندهش بهذا الأداء الذي يقدمه الكوكب المراكشي، غير تماما، مخالف تماما لما تابعناه في مباريات الدوري المغربي الممتاز. ليس هذا هو الفريق الذي تعذب كثيرا في البطولة المغربية، بينما الحكم الإيفواري يعطي ركلة حرة تنفيذ من جمال برارو. لو كان الفقيه، لو كان المايسترو الفقيه، لو كان الفنان الفقيه على مستوى وسط الميدان لشفنا الكوكب المراكشي بنفس هجومي اكبر. لكن معليش، موجود برارو، موجود عميمي، موجود العياطي، موجود المنصوري. هذه كرة تمشي لعميمي على الجهة اليمنى، عبد الواحد يرفعها. هناك هفوات في دفاع السواحلية، هناك هفوات في الدفاع. وشوف الهفوة عرضية، البلبول يقطع في نهاية المطاف.
وقلت هناك فوات، هناك اخطاء في دفاع النجم الساحلي وجب استغلالها. شوف هنا الضغط والبريسينغ من جانب خالد السقاط، يسترجع الكره ثم يحضر العرضيه قبل ان يتدخل بشجاعه الحارس ايمن البلبولي. لا 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 لا, لا مجال لمتابعه هذه السلوكات. مباراة تدور تحت كنف الروح الرياضية، ونتمنى كذلك حتى نهاية هذه المباراة الكوكب يهاجم، الكوكب يسيطر. فتح الرباطي قاهرة البطولة الثالثة على التوالي بالفوز الكبير في المباراة النهائية على إيطاليا ب4 أهداف. وبن شريفة واللاعبين المميزين الذين صنعوا الفرحة للجماهير المغربية والرباطية على الخصوص عندما اغتالوا حلم التوانسة بلقب افريقي مع الصفاقسي في 2010. نعم، كان الحلم وكان اللقب وكان الانجاز بالنسبه لفريق الفتح الرباطي. الحكم يتدخل في هذه الاثناء ويعلن عن خطا فعلا. ركله حره لفائده الطرابلسي امامنا على الصوره. حتى الان مدرب النجم الساحلي لم يجري اي تبديل، وعلى المراكشيين ان يتقبلوا هذا التقدم كيفما كان الحال، لان الفوارق كبيره، نظريا فوارق كبيره. وان كان على مستوى الميدان الكوكب المراكشي اظهر الشجاعه كبيره، يمكن نقص الخبره على مستوى الافريقي، يمكن الضغط الكبير اللي عاشوه على مستوى الدوري المغربي، يمكن هذه الامور ارخت بظلالها على اول حضور في دوري المجموعات في كاس الكونفدراليه. اذا هناك انذار اخر اعتقد بعد هذا الهدف النجم الساحلي سيتعمد تنويم المباراه. عموما هذا هو حال الانديه التونسيه افريقيا دائما، ينتظر المسانده المباراه بالشكل يسمح لهم، وهذا كله بنقاط الاسبان. أذكر بأن هذه الزيارة الثانية لفريق النجم الساحلي التونسي للمغرب. كانت هناك زيارة لمدينة أكادير عندما واجهوا فريق أولمبيك أخريبكا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الاحتجاجات لازالت متواصلة، وربما يكون هناك قرار من الحكم دينيس ديمبيلي. الآن سنرى القرار من جانب الحكم. هل ستحضر الورقة الحمراء في هذه اللحظات؟ هل يتابع النجم ما تبقى من دقائق المواجهة بنقص عددي؟ والحمراء بالفعل، الحمراء تحضر في هذه الأثناء. يلا خلصنا من واحد، يلا يا ديمبيلي خلصنا من واحد، وخلي النجم يتعدى في الدقائق القادمة، وخلي النجم يلعب ب10 عناصر فقط. هل سيستفيد الكوكب المراكشي من هذا النقص العددي وبالتالي تعديل النتيجة؟ إذا النقص العددي في هذه الأثناء بعد الطرد والورقة الحمراء الموجهة من الحكم دينيس ديمبيلي. إذا اخرج يا غازي، اخرج يا غازي عبد الرزاق الدار الايسر. ممكن نشوفوا التغيير تكتيكي الان من المدرب فوزي البنزرتي الجالس على المدرجات. انا على يقين بان فوزي الان سيقدم على التبديل، ممكن يضحي بمهاجم ويدخل مدافع يلعب على الجهة اليسرى، لكن عموما هناك نقص عددي. أتساءل الكوكب المراكشي هل بمقدوره أن يستفيد من هذا النقص ويضغط بالتالي بكل ما أوتي من قوة لإدراك هدف التعادل. هذه كرة أمامية منقولة في وسط الميدان، الحكم يشير يوجد خطأ. الحمراء الثانية تحضر الآن من جانب الحكم دينيس ديمبيلي. بالفعل ورقة حمراء ثانية. سنتعرف على اللاعب الذي تلقى الورقة الحمراء بعد خروج غازي عبد الرزاق. الأمور توترت تماما في دقائق الشوط الثاني. سنتابع الإعادة والتدخل أعتقد لا رياضي، خارج عن النطاق الرياضي، والاحتجاجات لا زالت متواصلة على الحكم ديمبيلي. يمكن نشوفوا نفس سيناريو مباراة المريخ والكوكب، لأنه كانت هناك احتجاجات قوية جدا على الحكم في تلك المواجهة، بل حتى أنه بعض أفراد الطاقم المصاحب للمريخ السوداني اقتحم أرضية الميدان واعتدى على الحكم. هذا السيناريو
شفناه في مباراة المريخ. هذه الإعادة مرة أخرى، إيهاب المساكني يطلق الورقة الحمراء. هنا اللقطة التي تدخل فيها واللقطة التي جاءت على إثرها الورقة الحمراء الثانية في صفوف فريق النجم الساحلي التونسي الذي سيكمل المباراة ب9 لاعبين فقط. هذه فرصتكم يا الكويكا، هذه فرصتكم يا الكوكب يا المراكشي، ونحن نقترب من 20 دقيقة المتبقية على نهاية المباراة. غليان وإثارة كبيرة على إيقاع القرارات التحكيمية. ركلة جزاء مشات للنجم الساحلي ومشات لحمزة الأحمر، يمنح الأفضلية. قلنا بين ديمبيلي ما عطاش ركلة جزاء في دقائق الشوط الأول. هنا متغير جديد، يخرج غازي عبد الرزاق بالورقة الحمراء ويخرج كذلك المساكني بالطرد بعد القرار الإيفواري. اعتقد بان الحكم المساعد نبه، الحكم الرئيسي نبهه بانه عبد الرزاق غازي تلقى انذار، وكان الانذار الثاني دون ان ينتبه ديمبيلي قبل ان هنا يستشير مع الحكم وينبهه بانه غازي تلقى الانذار الثاني وبالتالي ورقه حمراء. اذا النجم ب9 لاعبين. هذه كره مراكشيه، طوفان احمر ابيض الان من جانب المراكشي لادراك هدف التعادل في هذه الاثناء. اذا تمشي الكره للتمس، اتصور بين الوجهه واحده مرمى ايمن البلبولي، في حين النجم الساحلي سيركز مجهوداته اكثر على الدفاع ويخرج في المرتدات على هجوميه. خطير النجم في المرتدات. هنا اللقطه اللي وجه فيها الانذار وما انتبهش ديمبيلي بانه كان الانذار الثاني قبل ان هنا ينبه الحكم الرابع وحتى الحكم المساعد الاول قالوا له بانك اعطيت الانذار الثاني وبالتالي اوتوماتيكيا الورقه الحمراء. يلا يا شباب عندنا الوقت، عندنا 20 دقيقه والسواحليه يلعبون ب9 عناصر فقط، لا مجال للتسرع. عندنا الوقت، التركيز مطلوب والاندفاع مطلوب والجرأة الهجوميه كذلك مطلوبه فيما تبقى من دقائق هذه المباراه. يمشي عبد الواحد الشخصي لتنفيذ الركله او الرميه الجانبيه، التنفيذ عن طريق اللاعب عبد الواحد من الجهه اليمنى. هذه مرفوعه الراسيه. الريض الله الغزوفي دخل قبل لحظات، واعتقد هنا تغيير تكتيكي للمدرب فوزي البانزرتي. نعم، بن عزيزه يسعد للدخول في هذه الاثناء. اكيد مدافع يسجل دخول لان هناك فراغ في خط الدفاع بعد طرد اللاعب غازي عبد الرزاق. هذه الاعاده للضربه الراسيه بطرف اللاعب عمر المنصوري لم تكن مركزه. ما شفناكش كثيرا للمنصوري في دقائق الشوط الثاني. كره ملعوبه على الجهه اليمنى، احمد الشاكو يغير تماما للمنصوري على الجهه اليسرى. الرضا الغزوفي في اول لمسه يحاول المرور، الحكم يصفر خطا في هذه الاثناء على لاعب محمد امين بن عمر. بالفعل امين بن عمر هو اللي ارتكب الخطا في حق لاعب رضا الله على الغزوفي. الورقه الهجوميه التي يدفع بها المدرب حسين بن عبيشه في 20 دقيقه المتبقيه. بن عزيزه يسجل دخوله في هذه الاثناء. هذا هو بن عزيزه، نعم، يدخل في هذه اللحظات مكان كوستا. يعني طبيعي جدا الان فوزي البنزرتي يضحي بمهاجم ويدخل المدافع بن عزيزه لتعطيه الفراغ الذي تركه غازي عبد الرزاق على الجهه اليسرى. فعلا كوستا اللي ما شفناش تماما في مباراه اليوم، ولا هجمه ولا فرصه ولا كره لم نشعر بوجوده تماما كوستا، وبالتالي يخرج في هذه الاثناء. يدخل المدافع بن عزيزه. اذكر بان رضا الله الغزوفي دخل قبل لحظات ضمن تغييرات على المدرب حسين بن عبيشه. احمد الشاكو في تنفيذ الركله الحره
واضح بانه سيسدد مباشره، واضح بانه سيسدد مباشره. احمد شاكو لا يرفع كره، توقعت تسديده يا احمد يا شاكو، شخصي يرجع بالكره للخلف. نبقى مع المراكشيين في هذا الضغط. ماذا تفعلون؟ هذه هدايا للسواحليه. لحسن الحظ يخرج اوزوغا بلمسه في نوع من المغامره من المخاطره. كره تصل للاعب جمال برارو. وجود الكوكب المراكشي والفتح الرباطي في المجموعة الواحدة، هذا يذكرنا في العام 2006 لما تواجد الجيش الملكي وأولمبيك خريبكا في نفس المجموعة وأكثر. هذه كرة في الجهة اليمنى، اخرج يا كوياتي، طلع يا كوياتي، برافو يا كوياتي. اعتقد الكوتشين كان ممتاز من جانب حسين بن عبيشه، خاصة بدخول هذا الاسم كوياتي مسجل الهدف، وايضا اللاعب الذي اوقف مسيره المهاجم التونسي يقطع بالتالي هذه الكره مباشره الى الركنيه. سنرى الان هل بامكان اللاعبين التوانسه الصعود باكبر عدد من اللاعبين فيما تبقى من دقائق المباراه. يلا يا اوزوكا، عندنا تقريبا 7 دقائق، مهم جدا على الاقل الحفاظ على هذا التعادل. اذا هنا التنفيذ عن طريق مسجل هدف للنجم اللاعب حمزه الاحمر يرفع كره مره اخرى، يمشي حمزه مباشره الى الكورنر. هذا هو المراد اللاعب حمزه الاحمر، الحفاظ على ضغط السواحليه في هذه الدقائق. حمزه الاحمر يسعد لتنفيذ الركنيه خطيره مرة جانبية، واعتقدت بأنه الهدف الثاني ومرة جانبية كان ممكن أن يتلقى الكوكب المراكشي صفعة قوية في يدنا. هنا مرتد هجومي، هنا الانطلاقة من الجهة اليمنى، متابعة هناك من عميمي، تباطؤ كبير من جانب اللاعب عميمي، خلى النجم يخرج الكرة بهذه الصورة. عملية قطع الكرة مجددا، سفيان محاصر. الحكم ماذا يقول مرة أخرى؟ الكرة كوكبية للجهة اليسرى. يلا يا الغزوفي، يلا يا رضا. كان المسك واضح والدفع واضح، واعتقد فيها خطأ يا ديمبلي يا دينيس. اعتقد ان ديمبلي صحيح كان صارما في بطاقتين حمراوين لنجم الساحلي، ولكن اعتقد هنا كان الدفع واضح في حق لاعب رضا الله الغزوفي. اذا ضربة مرمى على التنفيذ عن طريق ايمن البلبولي. لحظات الان مهمة جدا، 5 دقائق متبقية تقريبا على نهاية الوقت الأصلي. والبلبولي بصعوبة يبعد هذه الكرة وسط الميدان، يمشي كوياتي، يلحق بها كوياتي، بناء الهجمة مرة أخرى. شوف عودة كل لاعبي فريق النجم التسعة للخلف، يخليوا المجال الآن للكوكب المراكشي للضغط بكل ما أوتيوا من قوة. هذه كرة في الجهة اليمنى، يوسف كوياتي الغازوفي على الجهة اليسرى يطلبها، يفضل يوسف العياطي اللي تراجع بعض الشيء لوسط الميدان وخلى المنصوري ورضا الله الغزوفي والعلودي في الخط الامامي. وهذه كره ترفع داخل منطقه الجزاء، من يتابع الثانيه، مهم جدا متابعه الكرات الثانيه. العلودي مباشره لكوياتي، استحواذ واضح للكره من جانب اللاعبين المراكشيين. ماذا تفعلون؟ هذه هدايا للسواحليه، هذه هدايا للاعبين النجم الساحلي التونسي. ماذا هناك؟ الحكم يقول واصل يلعب. هذه فرصتنا، هذه كورتنا. الثاني ينادي هو يلا ولع يا عميمي، شعللها يا عميمي. هذه الكويكا، هذا فارس النخيل يتمرد على السواحلية، يعود من بعيد. التاريخ يعيد
نفسه مرة أخرى. فعل الكوكب في 96، هو يجدد العهد مع الانتصارات أمام النجم الساحلي التونسي. يدون الثاني عميمي. عقبت على عميمي، عقبت على أداء عميمي، لكن هنا ينسينا في كل شيء، ينسينا فيما حصل ويدون الهدف الثاني. شوف الإصرار، شوف عزيمة الرجال، شوف فارس النخيل يستميت وينتفض في دقائق الشوط الثاني. قلت عندهم فرصة كبيرة اليوم لصنع التاريخ وللتفوق على النجم الساحلي، انه بطل تونس، انه بطل افريقيا. لكن هذه الكويكا، هذا الكوكب، هذا فريق الباشا، هذا فريق التحديات، هذا فريق الانجازات، هذا فريق الامجاد والبطولات، يفعل في هذه اللحظات ويدون الهدف الثاني قبل 3 دقائق من نهاية هذه المباراة. كمن ترى يا الكوكب، كمن ترى يا الكوكب، بالأمس تزيح المريخ واليوم هنا تطفئ النجم بسماء مدينة مراكش. هذا هو الكوكب، فريق التحديات. لم يفعل أولمبيك ريكا، لكن هنا الكوكب ثأر للوسيكا ليسجل انتصار. على ماذا يحتاجون؟ على ماذا يحتاجون؟ الهدف سليم، الهدف مشروع في اللحظات الأخيرة. المباراة لم تنتهي بعد، اللقاء لم ينتهي بعد. معلش يا البنزرتي، سامحنا يا البنزرتي، ولكن هذه المباراة في ضيافتنا، هذه المباراة في مراكش. صحيح أنت كنت ولا زلت محبوب الجماهير الرجاوية بعد الإنجاز التاريخي في مونديال 2013، ولكن اليوم أنت في مراكش، هكذا واجب الضيافة. المراكشيون كانوا في الموعد، وافرح يا بن عبيشة. لكن مهم جدا تهدئة الأمور، مهم جدا ضبط الأعصاب، مهم جدا التركيز فيما تبقى من دقائق هذه المباراة. عدنا دقيقتين من الوقت الأصلي وعدنا وقت بدل ضايع. هذه الإعادة، تسديدة الأولى ثم جاءت الثانية وبعد ذلك الثالثة ثابتة في الشباك السواحلية. 2-1 بعدما كان الكوكب منهزم، هو يتقدم بهدفين، كوياتي وكذلك اللاعب عبد الإله عميمي. إذن ستتواصل المباراة. السيناريو المرتقب، ضغط للسواحلية، ضغط للإطوال في الدقائق المقبلة من أجل تعديل النتيجة، وبالتالي نتمنى أن نشاهد رجال لاعبين شرسين، لاعبين مقاتلين فيما تبقى من دقائق المباراة. إذن ديمبيلي يعطي الإشارة لاستئناف اللاعب في هذه الأثناء. تقتص هذه الكرة، يمشي لجيفرسون، يراوغ جيفرسون، لكن المتابعة من البريكي. العودة للبلبولي في الجهة اليمنى. كوياتي يقطع بالراس، كوياتي يلعب بالنار في هذه الأثناء. مرقولة في الجهة اليمنى. مهم جدا التحكم في الكرة في هذه اللحظات. 4 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع. يعني الحمد لله أن الحكم لم يضيف 6 أو 8 يعني كما جرت العادة في الأدغال الإفريقية. هنا 4 دقائق كوقت محتسب بدل ضايع. شوف الكوكب المراكشي والتيكي تاكا. يلا الغزوفي، يا رب الغزوفي هو ثالث، هو حرام عليك يا الغزوفي، ركز شوية الله يهديك يا الغزوفي. هذه كان ممكن أن تقتل المباراة، هذه كان ممكن أن تنهي المباراة، هذه كان ممكن تخلي المراكشيين يتسحروا بالطنجية وهم مرتاحين، هم فرحانين. هذه الإعادة، شوف مرة أخرى رضا الله الغزوفي، لكن الكرة تخرج إلى الركنية في هذه اللحظات. نلعب الوقت البدل الضايع، تنفذ الكرة، من يتابع هناك في القائمة الثانية لكنها تطول إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. رضا الله الغزوفي كانت عنده فرصة كبيرة لإضافة الهدف الثالث
إذا تاج يدخل في هذه اللحظات، يعني غريب القيام بالتبديل في هذه الاثناء في الوقت المحتسب بدل الضائع. إذا يتم التغيير في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. هذا هو لاعب تاج الذي يدخل في هذه الاثناء. يلا عندنا الكرة ان شاء الله، عندنا الكرة في الوقت المحتسب بدل الضيعة. ولاحظوا بان النجم كل لاعبين يصعدون الان. عمر المنصوري وحده ينطلق من الجهه اليسرى، شنو يعمل منصوري؟ مرة الكرة امكانيه للتسديد. لا 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 لا، مشكل كبير عند المراكشيين في تسديد الكرات، خاصة اللاعب عميمي. يمكن حضرت الأنانية لعميمي في كثير من الفرص، استعجل فيها شوية، كان ممكن يركز أكثر، كان ممكن يمرر للجهة اليمنى، لكن فضل التسديد مباشرة. عموما هذا هو سفيان العلودي الخيار الهجومي الآخر بالنسبة لحسان بن عبيشة. لاحظوا بأن الآن كل أوراق هجومية لحسان بن عبيشة. هذا ثالث تبديل في صفوف الكوكب المراكشي. هذا هو لاعب رضا الغازوفي، ينطلق من الجهه اليمنى، الحط على كورته بشكل ممتاز رغم المحاصره، يدخل وسط الميدان مع جميل برارو. جميل برارو يطلب المنصوري على الجهه اليسرى، مضايق مراقب رضا الغازوفي. من اين المرور؟ والكره لا زالت تدور وتبحث عن المرور. هذه عرضيه، من يتابع بالراس. شعل كوياتي، ولع كوياتي، استيريا بالمدرجات. الله على الكويكا، الله على الكوكب المراكشي. فارس النخيل يعود، فارس النخيل يعود. كوياتي وضع في الشباك، ومعلش يا البلبولي، هذه الكويكا، هذا اصرار الرجال، هذا اصرار فارس النخيل. وجيبه يا البلبولي عندك في الشباك. شوف الارتقاء، شوف الراسيه، كوياتي حطها له في الركن الايسر. 1-1 الكوكب يعود. مباراة تشتعل، المباراة تشتعل في هذه الاثناء. كوياتي عدل النتيجة. مرت عليك هذه يا جمل، مرت عليك هذه يا عمار يا جمل. والقناص البديل كوياتي. هنا يا الزميل البلبولي، هنا العلودي يدخل في هذه الاثناء. مشاهدينا الكرام، كان عند الواحد الشخصي، هدف يرفع المعنويات، هدف يخلي الكوكب المراكشي يطمع في الهدف الثاني. صراحة برافو، شابو، نرفع القبعة للكوكب، لأنه يقارع بطل الدوري التونسي بل بطل افريقيا. المنصوري حول المرور، يعذب المدافعين السواحليه في هذه الاثناء. بن عمر يلعب كره، يلا استرجعوها بسرعه، يقطعون الكره بسرعه. الوجهه واحده والاتجاه واحد. مرمى البلبولي، الغزوفي يبحث عن تمرير الكره في الجهه اليمنى. الخروج بهذه الكره حذاري، رغم ان النجم الساحلي يلعب ب9 عناصر، ولكن الخبره موجوده والرزانه موجوده والتجربه الافريقيه حاضره، لذلك نرد البال ولكن ايضا غامر هجوميا. هذا هو العلودي، يبدع في هذا الفاصل المهاري. العلودي يعمل ضغط، العلودي يعمل ضغط، لكن الدفاع يتدخل في نهايه المطاف. كره في وسط الميدان، دخلنا الربع ساعه المتبقي على نهايه المباراه مشاهدينا الكرام، والنتيجه تغيرت بهدف اللاعب كوياتي براسيه. جماهير الكوكب المراكشي تنادي بهدف الثاني. جماهير الكويكا لن ترضى بديلا عن الفوز، لا تريد التعادل. اكيد سمعتم لهتافات انصار الكوكب المراكشي يطالبون بكل تاكيد بهدف ثاني. تلعب الكره بسرعه،
اللاعبين كوكب المراكشي يدركون تماما بأن هذه فرصة العمر، فرصة كبيرة للإطاح ببطل الدوري التونسي بالنظر إلى النقص العددي. هذه كرة لعميمي يطلبها لسفيان العلودي، العلودي السليم، العلودي يعمل مراوغة. شنو يعمل عميمي؟ شنو يعمل عميمي؟ هنا يلعب كرة في الجهة اليسرى، تبادل كروي جميل. يلا يا عميمي، يلا يا عميمي، ركنية ممتاز. يلا يا شاكو اصعد، يلا يا شاكو يصعد، يلا يا الزبيري يصعد، يلا يا شباب. شاكو على الخصوص، المختص في الضربات الرأسية. إذا تنفيذ هذه الكرة، والبلبولي أعلى من الجميع بالفعل. البلبولي أعلى من الجميع. أعتقد أن السواحلية يتمنون لو تنتهي المباراة الآن، لأنهم يعيشون ضغوطات كبيرة بسبب النقص العددي. جميل برارو في استرجاع هذه الكرة، الاستسلام، للتراجع، يجيبوا الرجال ان شاء الله، يجيبوا لاعبي الكويك ان شاء الله. هذه كرة في الجهة اليسرى، برافو قطع كرة، برافو طلع كرة يا شاكو الى التماس. هذا عميد، هذا هنا العمود على مستوى خط الدفاع. احمد شاكو بتجربة السنوات الماضية مع فريق الدفاع الحسني الجديدي وفريق الرجاء الرياضي. كرة تلعب في وسط الميدان، العودة للخلف، البلبولي يرسل أمامية لمن هنا بكل هدوء. جميل برارو اللي رجع للخلف مشاهدينا الكرام ويقوم بالتعطية كما يجب. ملعوبة في وسط الميدان، يلا يا سفيان، يلا يا العلودي، يفتح المجال هناك على الجهة اليسرى، أقرب للكرة البلبولي يتركها إلى ركلة مرمى مشاهدينا. إذا نقترب شيئا فشيئا من الدخول في العشر دقائق المتبقية على نهاية هذه المباراة، ودائما واحد مقابل واحد. هذه الإعادة مجددا للكرة الماضية، وعمارة لمنصوري، بينما هنا كوياتي. شوف اللقطة مرة أخرى، هذه الكرة اللي كانت في الشباك لفائدة فريق الكوكب المراكشي. الاسم الكامل بوبكار كيكي كوياتي. مرة أخرى مراكشية، سلسلة المراوغات، يلا يلا، هادي والحارس البلبولي في المتابعة. نعم، البلبولي يتابع هذه الكرة. أعتقد هذه فرصة تاريخية لفريق الكوكب المراكشي من أجل الانتصار، حتى الآن يسيطر تماما على مجريات هذه المباراة. كوياتي لوسط الميدان، لا نريد التعادل كما يقول الجمهور، لا نريد التعادل. عندهم فرصة كبيرة لإضافة الهدف الثاني، لأن هناك مساحات، هناك فراغات. هذه فرصة، جيفرسون لم يعبر بهذه الكرة، جيفرسون لم يعبر بهذه الكرة، منقولة في وسط الميدان. يلا استرجعوها بسرعة، حكيم يقول خطأ. إذا تنفيذ الركلة الحرة لفائدة فريق النجم الساحلي. حمزة الأحمر، حمزة اللي يطمع السواحلية في هدف ثاني رغم النقص العددي. لاحظوا عملية استرجاع الكرة تتم بشكل سريع، يطلق سفيان العلودي، علودي هناك مساحات. يلا يا شباب، عندنا فرصة كبيرة للثاني، عندنا فرصة كبيرة للثاني. يتقدم المراكشيون، يتقدم المراكشيون، هذه فرصة، يلا. حرام عليك يا العلودي، حرام عليك يا العلودي، هذه الكرة في الشباك يا العلودي، هذه الكرة في الشباك. لاحظوا انهيار تام للسواحلية في الدقائق الأخيرة، كانت هذه فرصة ذهبية لوضع الكرة بالشباك يا العلودي. الأولى لك يا العلودي، الأخطر لك يا العلودي، كنت أمام المرمى البلبولي يا العلودي، لكن هذه مشات لجامع الفنا، كرة مشات لجامع الفنا عوض أن تستقر في شباك الحارس البلبولي. كرة في وسط الميدان وصلت لحمزة الأحمر. نرد بالنا من المباغتات، نرد بالنا من المناورات التونسية في آخر دقائق هذه المواجهة. إذن هناك
حالة تسلل يعلن عنها حكم المساعد بسرعة. رائع الكوكب المراكشي، رائع الكوكب المراكشي، يظهر بوجه مغير تماما لما تابعناه في لقاءات الدوري المغربي الممتاز. كرة في وسط الميدان، برارو يلعب كرة على الجهة اليسرى، العياطي شوف الضغط على عمار المنصوري وما نخليوش المجال للتوانسه ليتقدر. الكوكب يضغط ولكن حذاري من المرتدات، شفنا واحده منها ولولا براعه الاسد محمد اوزوكا لكان الكويكا منهزم في هذه الاثناء. هذه اللقطه ردة فعل غير رياضيه تماما من حمزه او ايمن البلبولي، يعني الدولي التونسي يقوم بهذه الحركه الغير مقبوله تماما. يعني اتمنى من اللاعبين خاصه السواحليه ضبط النفس وضبط اعصابهم في دقائق الشوط الثاني. هذه اللقطه الخطيره. الله عليك يا اوزوكا، برافو اوزوكا، يأكد في كل مباراة بأنه واحد من الحراس المميزين في الدوري المغربي الممتاز. طبعا الإشادة هذه تأتي بعد مباريات كبيرة قدمها اوزوكا في الدوري المغربي الممتاز. بين هذه اللقطة التي تحسر عليها كثيرا جمهور الكوكب المراكشي، لأنه كان بإمكان فعلا التقدم في نتيجة المباراة. حسرة كبيرة على ضياع هذه الفرصة يا أحمد يا شاغو اللي كان حاضر في القائم الثاني وحده دون رقابة يسددها بقوة، والعارضة هنا تنوب عن أيمن البلبولي. ليست هذه المواجهة الأولى بين النجم الساحلي والكوكب المراكشي. سبق للفريقين أن تواجها في كأس الاتحاد الإفريقي عام 96، ووقت الكوكب المراكشي كان يضم حقيقة نجوم كبار، توابت حقيقية للمنتخب المغربي. يعني لما نقول فريق الكوكب نقول أسماء كبيرة، على الأقل الأسماء التي أتذكرها شخصيا خاصة في سنوات التسعينيات كان يتقدم الفنان والرائع والموهوب أحمد الباشا، أيضا المايسترو هشام الدميعي على مستوى وسط الميدان، مريانة أيضا طار الخلج. هؤلاء من الأسماء فعلا التي شرفت الكرة المراكشية والمغربية، خاصة الأسماء التي احترفت بالديار الأوروبية. لما نقول مثلا طاهر الخلج لاعب وسط الميدان، والاسم الكبير اللي شفناه في مونديال 98 مع أسود الأطلس، شفنا تمريراته الحاسمة وشفنا إبداعاته وشفنا كيف تألق وساهم في انتصارات المنتخب المغربي مونديال 98 والتمريرة الرائعة في مباراة النرويج، بل تمريرتان حاسمتان في مباراة النرويج وأيضا في مباراة المنتخب الاسكتلندي. أيام جميلة وذكريات رائعة مع نجوم المنتخب المغربي ومع واحد من أبناء البهجة الطار الخلج، ايضا اللاعب المميز مريانا واحمد الباشا. هذه الاسماء اللي يمكن بصمت على مستوى كبير، دون ان ننسى اللاعب هشام الدميعي المدرب الحالي لفريق اولمبيك اسفي والمدرب السابق للكوكب المراكشي. حقيقه الوم الجماهير المراكشيه على شيء واحد، وهي الحرب والحملة الشرسة اللي كانت ضد المدرب هشام الدميعي في الوقت الذي كان يحتاج فيه المساندة، لأنه صراحة هشام الدميعي قدم المطلوب رفقة فريق الكوكب المراكشي، والدليل أنه احتل مع الكوكب المركز الثالث اللي يخول الفريق المشاركة على المستوى الإفريقي. تحية كبيرة لهشام الدميعي لأنه من الأطر الشابة التي تشتغل بشكل جيد في البطولة الوطنية، يبحث عن فعلا مجد على مستوى التدريب كما فعلها مع فريق الكوكب المراكشي لما أحرز ألقاب الكأس العرش ولقب كأس الاتحاد الإفريقي غالي عام 96 تحت قيادة الإطار عبد القادر يومير. أيامه عبد القادر، سنوات وعبد القادر يومير. لا مع الكوديم النادي المكناسي لما فاز بلقب الدوري المغربي عام 95 مع الداية ومع المهاجم كاماتشو، وفي 96 فاز مع الكويكا بلقب كأس الاتحاد الافريقي، والتتويج كان على حساب النجم الساحلي بهدفين مقابل لا شيء. يعني ذكرت التفوق للمغاربه في النهائيات الكونفدراليه مع الماس مع الفتح الرباطي مع الكوكب. هذه عرضيه هو لا
ألف لا يا جيفرسون، كيف لهذه الفرصة أن تضيع يا جيفرسون؟ مرت أمامك يا جيفرسون. قلت لكم بأن هناك هفوات، هناك أخطاء في دفاع السواحلية، وجب الاستثمار، وجب الاستفادة منها. الكوكب غير في الشوط الثاني، الكوكب أفضل في الشوط الثاني. بهذا الأداء يمكن عنده فرصة كبيرة لصنع التقدم والخروج بالانتصار. يمكن حتى البعض من أنصار الكوكب يشوفوا في نتيجة التعادل نتيجة إيجابية. هذه كرة مباشرة، يخرج البلبولي، والبلبولي التايمين كان ممتاز من البلبولي لحسن حظه. هنا اختار الوقت المناسب للخروج وقطع هذه الكرة. لا اختلاف في الرأي، الشوط الثاني هو لأبناء الباجة، لفارس النخيل. هل يترجم كل هذه المجهودات لأهداف؟ ما أخشاه وما ربما أتوقعه بعض الخرجات الهجوميه المباغته للنجم الساحلي، لانه عاده هذه الكره التونسيه لا يقدمون اداء كبيرا، ولكن عندهم المباغته، عندهم العنصر المباغته والكرات الثابته. يمكن واحد من الاسلحه القويه جدا بالنسبه للكره التونسيه. طبعا تعددت اللقاءات بين الانديه وبين المنتخبات، المغاربه يلعبون الكره والتوانسه في نهايه المطاف هم من يفوزون، ولكن عودتنا الانديه المغربيه على دخول التحدي كما حصل في 2010 مع الفيس مع الفتح الرباطي، وكما حصل في كذلك 2011 مع الكتيبة المصاوية، وربما 2016 ربما 2016 مع الفتح الرباطي. يرشحون كثيرون للتتويج باللقب. الكوكب هو الآخر موجود في المنافسة، ولا ننسى الممثل المغربي الرائع سيد الدوري المغربي نادي الوداد البيضاوي الذي يخوض غمار منافسة دوري أبطال إفريقيا. غدا سيكون في أول امتحان بملعب لابيجان هناك بالكوت ديفوار، سيكون الاختبار الأول. هذه الكرات اللي أخشاها، هذه الكرات اللي أخشاها. ماذا يقول حكم المباراة؟ ماذا يقول حكم المباراة؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق النجم الساحلي في هذه الأثناء. يعلن عن الحكم دينيس ديمبيلي. يعني هذه شفتها يا ظالم، هذه شفتها يا ظالم. وركلة الجزاء الواضحة في الشوط الأول لم تنتبه إليها. حرام عليك يا ظالم، سأقولها مرارا ومرارا، سأقولها مرارا وتكرارا في هذه المباراة. شوف الإعادة هنا، عملية المسك، يعني هذه انتبهت لها، هذه انتبهت لها يا ديمبيلي. وركلة الجزاء في الشوط الأول لم تنتبه إليها. هنا الخطأ المرتكب، هنا الخطأ المرتكب في الكرة الماضية، وبالتالي ركلة جزاء. يعلن عن الحكم دينيس ديمبيلي لفريق النجم الساحلي التونسي حمزة الأحمر، والحكم يعطي الإشارة، الحكم يعطي الإشارة. الهدف الأول، الهدف الأول لفريق النجم الساحلي من ركلة جزاء بعد مرور ربع ساعة على انطلاقة الجولة الثانية. هدف يأتي ضد مجرى اللعب، هدف يأتي من خطأ دفاعي، هدف يأتي من ركلة جزاء. وفرحة التوانسة هنا في المدرجات بهدف لاعب حمزة الأحمر. يعني ضربة جزاء تم احتسابها في هذه الأثناء، نقول نعم فيها ركلة جزاء بكل أمانة بكل مصداقية، فيها ركلة جزاء. ولكن يا ظالم يا ديمبيلي، نعم ظلمت كثيرا فريق الكوكب المراكشي في الجولة الأولى عندما حرمتهم من ركلة جزاء. ولكن هذا هو واقع التحكيم، هذا هو واقع التحكيم في البطولات الإفريقية. المادي الزبيري يرتكب خطأ فادح، والتوانسة لم يرحموا الكويكة في ركلة الجزاء. حمزة الأحمر يعطي الأفضلية للنجم في انتظار ردة فعل أقوى من الكوكب المراكشي. كوياتي ضاعت الكرة، أتمنى أن لا يؤثر هذا الهدف على معنويات فريق الكوكب المراكشي فيما تبقى من دقائق المباراة. عموما هذا هو أداء الكوكب المراكشي، فما بالك بالفتح الرباطي؟ صدقوني الفتح الرباطي الفريق اللي عنده الإمكانيات وعنده المؤهلات اللي تسمح له للتفوق حتى على فريق النجم الساحلي التونسي. يعني الكوكب
لن نطلب منه الكثير. الكوكب المراكشي لن ننتظر منه الشيء الكثير، هو يلعب وفق إمكانياته. يعني هذا الشيء اللي عطى الله، هذه إمكانياته المحدودة. عموما ينال الشرف اليوم ويتحدى بطل الدوري التونسي، وكل شيء يبقى وارد في عالم كرة القدم، ولكن سأنتظر شخصيا وبشغف كبير الظهور الأول لبطل الدوري المغربي نادي